مع أسطول عربيات بينافس بيه عربيات محمد رمضان وبيكسب ملايين كل شهر من اليوتيوب. ده غير الإعلانات. ده بالظبط حجم مكاسب مطرب المهرجانات عمر كمال. مش بس كده، ده حمو بيكا كمان أعلن عن ثروة عمر كمال واللي كانت وصلت لرقم محدش يصدقه. بس لو عاوز تعرف بيكسب كام من اليوتيوب وحجم ثروته وصل لكام وازاي تتفوق على محمد رمضان، يبقى تابعني لآخر الفيديو. من الوقت للتاني مطربين المهرجانات بيثيروا الجدل، خصوصا مع كل ظهور ليهم وقت ما يشتروا عربية جديدة ولا يتسألوا عن حجم ثروتهم. وكان من بين المطربين دول هو الفنان عمر كمال، واللي كان الكل بيحكي ويتحكى عن حجم ثروته، خصوصا بعد ما حمو بيكا طلع في لقاء وقال ان عمر كمال ثروته وصلت ل 30 مليون جنيه. لكن هو فعلا عمر كمال مع كل الفلوس دي؟ ويا ترى بيكسب فلوس منين؟ عمر كمال من يوم ما بدأ سنة 2019 قال أنا عملت خطة وقررت أخش مجال المهرجانات في 15 أكتوبر سنة 2019 ونزل ليا أول مهرجان، ودي النتيجة في بعض أعمالي بعد سنة بالظبط أكتر من مليار مشاهدة، وطبعا بالاشتراك مع إخواتي وشركاء نجاحي حمو بيكا وحسن شاكوش. وبحسبة بسيطة هتلاقي إن حصيلة أرباح عمر كمال من المشاهدات تخطت المليار و100 مليون مشاهدة في 42 سنت للمشاهدة الواحدة، وصلت ل 4 مليون و662 ألف دولار، بخلاف الإعلانات واللي بيتم حسابها بشكل مختلف، لكن ده مع شركاء حمو بيكا وحسن شاكوش. أما على قناة عمر نفسها واللي أطلقها في 21 سبتمبر سنة 2012، ودي بيتابعوا فيها 1,720,000 ألف شخص، نشر 185 فيديو حقق من خلاله 307 مليون و142 ألف و323 مشاهدة. الأرباح الشهرية الخاصة بالمطرب عمر كمال بين 7,900 دولار إلى 126,600 دولار، أي ما بين 123,000 ل 2 مليون جنيه. وكده تكون الأرباح السنوية الخاصة بالقناة ما بين 95,000 دولار ل 1.5 مليون دولار، أي ما بين 4 مليون و750 ألف جنيه ل 75 مليون جنيه. على فكرة عمر كمال ما أنكرش كل المكاسب دي، وقال في لقاء ليه مع عمرو أديب إن العائد اللي بياخده من اليوتيوب رقم كبير وله حسابات خاصة، لكنه رفض إنه يقول عن أكبر رقم خده. بس عمرو أديب ضغط عليه علشان يعرف مكاسبه من اليوتيوب. فعلا اعترف بأن آخر أغنية حققت 15,000 دولار من غير ما يقول اسمها. عمر كمال اتكلم عن أسطول عربياته الفخمة اللي بينافس بيها محمد رمضان في شكلها وأسعارها. كمان قال أنا عندي 4 عربيات بفلوس كتير جدا، وفي عربية منهم ب 8 مليون جنيه. طبعا التصريح ده وقتها قلب الدنيا على السوشيال ميديا بسبب أسعار العربيات اللي معاه واللي كانت ضخمة للكل، لدرجة إن البعض شك إن ثروته أكبر من ثروة محمد رمضان. مش بس كده، ده بعدها أعلن عن شراء عربية جديدة ماركة BMW X6، ودي سعرها أكتر من 2.4 مليون جنيه مصري. يعني من الواضح كده إن فعلا بينافس محمد رمضان. في النهاية بقى قولولي ثروتكم وصلت لكام؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.